عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض طريقه الجوافه، هنخزنها ونشيلها ازاي بكل سهوله وتبقى سهله ان شاء الله. يدوب تطلعي الكيس على الخلاط على طول، والايام دي هي رخيصه، فايه لقيت عندي حبه الصراحه قلت ايه تعال نخزنهم مع بعض. اهي بصوا انا غسلتها، وهي هبتدي اشيل القلب بتاعها اللي هو البذر، ما بحفظهاش بالبذر بتاعها انا، عشان لما اجي اطلعها يا دوب احط لها حبه ميه واضربها ايه تبقى ساقعه وجميله اهي. وكده كده احنا ايه بنصفي البذر، واهم حاجه نبص فيها كويس ونجيب الجوافه اللي هي ايه ناشفه مش طريه اهي. بصوا سهله مش هتاخد وقت معانا، وهو الواحد لما يلاقي الحاجه رخيصه يجيبها يخزنها، وبتنفعنا في رمضان. وساعات الواحد كده يبقى قاعد عايز يشرب اي حاجه ما بيلاقيش، فالواحد يجيب الحاجه ويسندها في الفريزر، بس اهم حاجه ايه ينضفها كويس. وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبنا الحلوين. وكل اللي بيدعمني يا رب ربنا يكرمه ويخليكم ليا، ويجعلكم دايما بعد ربنا سبحانه الله وتعالى سند ليا، وربنا يكرمنا ان شاء الله ويكرمكم باذن الله. اهم حاجه الجوافه الناشفه يا جماعه. انا دول كانوا عندي في التلاجة، انا كنت جايباهم ناشفين الصراحه، بس ايه كنت جايباهم لي يومين وحطهم في التلاجة. فطبعا ايه الجو دلوقتي غير، والحاجه بتسقع في التلاجة وبتتغير ايه بسرعه. نحطهم في اكياس في الفريزر ونشيلهم. ويا حبايبي حشت البذر كله جواها، شلت القلب ورميته، وابتدي اقطعها حتت صغيره مكعبات اي حاجه. نقطعها بصوا يا حبايبي. انا خلصت الكميه كلها، شلت قلبها ورميته وقطعها قطعها حتت صغيره، وهو جبت ليمونتين وشلت البذر منهم اهو، عشان ايه البذر هو بتاع الليمون اللي بيخلي الحاجه ايه مرره. والليمون هنا طبعا ماده حافظه، هيحافظ لي على لون الجوافه، يخليها بيضه زي ما هي اهي. بصوا نعصر ليمونتين عليهم، وتيجي تطلعيها هتلاقيها ان شاء الله زي الفل. بس بصوا يا حبايبي اهو، انا سبتهم قد 5 دقايق في الليمون، وبعد كده ايه قلبتهم اهو. هجيب اكياس تلاجة اهو، على حسب ايه ما احتياج حضرتك تحط في الكيس ماشي. انا مثلا ايه دول يعملوا معايا يعني نقول مثلا دول ايه اهو، واطلع الهواء منهم. لازم اطلع الهواء من اي حاجه بشيلها في الفريزر، عشان ايه احنا عارفين طبعا اهو. هجيب كيسه تانية الليمون طبعا هيخلي الجوافه بيضه وحلوه، والليمون والجوافه طبعا ايه احنا عارفين الفوائد بتاعتهم ماشي يا حبايبي. انا الكميه دي طبعا هتكفيني، ممكن اقل من كده اكتر من كده زي ما حضرتك عايزه. ممكن نطلع كيسين مع بعض ماشي.
حبايبنا، ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودي اسهل طريقة تخزين جوافة. نشيل البذر منها عشان ايه تقدر نستخدمها ايه كل اهو. بصوا يا حبايبي ما شاء الله جم معايا انا ايه 3 اكياس وحب اهو. ماشي، واشوفكم اسيبكم على خير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.